في خرافة كده انتشرت وبعد كده اختفت. الخرافة دي بقى بتقول ايه؟ بتقول ان في العربيات التربو لما توصل من مشوار ما تبطلش العربية على طول وسيبها شوية عشان تبرد وعشان التربو ما يضربش والزيت ما يتجمعش فيه. الحقيقة انا مش فاهم هو انا لما بطل العربية على طول ايه اللي هيحصل يعني؟ فخلينا ناخد الموضوع جزء جزء. بالنسبة لموضوع التبريد فالعربية بتسخن اكتر وهي واقفة اكتر مما وهي ماشية، لان وانت ماشي الهواء بيبقى خابط في وش العربية فبيساعد في تبريد الموتور، وبالتالي وقوفك شوية عشان العربية تبرد ده اصلا غلط، بالعكس ده العربيه هتسخن اكتر. اما بقى للجزء الثاني بتاع الزيت اللي هو عشان الزيت ما يتجمعش في التربو، هو الزيت يعني بيوصل للتربو وانت ماشي واول ما تقف الزيت بيقف وما بيروحش للتربو؟ اكيد لا طبعا، لان الزيت ماشي في الدوره بتاعته طول ما الموتور شغال وداير، سواء وانت واقف في مكانك او بتتحرك بالعربيه. بالعكس ده وانت ماشي بيبقى احسن كمان لان الموتور بيبرد احسن. الخرافه دي بسمعها بقالي كتير وبصراحه كان لازم اطلع واتكلم عنها. اكتبوا لي بقى في الكومنتات عن اي كلام تاني بتسمعوه على العربيات ومش مقتنعين بيه وانا هعمل عنه فيديو اقول هو حقيقه ولا فتي. مستنيكم في